جيشك فين يا فندم النهارده؟ صباح الخير. جيشك موجود عند المنطقة الشرقية مع الكيان بالعدد اللي انت شايفه ده. عدد قوي جدا، ده يثبت لحضرتك أهمية إن إحنا يقظين. عندنا اليقظة بتاعتنا يقظة محترمة جدا. ذكرت الأمر دوت من يومين لما قلت لحضرتك احتمال اتفاق الهدنة يتم. وزير دفاعك فين؟ ده كان شكل الفيديو وهو ده اللي على الأرض. حجمك المفروض ان هو يصغر تقل، لا انت بتزود، لان انا عارف ان انا بتعامل مع انسان ليس له عهد. ده على المنطقة الشرقية. المنطقة الجنوبية جيشك شغال شغل زي الفل. خلينا بقى واضحين، الحتة دي بتاعتي، مش لا، انا لازم يبقى ليا منطقة امان. زي ما سبت الجفرة، انا لو عملت 1000 كيلو في العمق الليبي، انا لازم يبقى ليا منطقة امان. انا ليا، انا لازم أنا اكون عايش في امان. زائد ان يا جماعة لازم بقى يحصل موضوع بصراحة كده، التوحد ما بين مصر والسودان. السودان بالمناسبة حالتكو حالة، بنية تحتية مفيش، شعب يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، وشعب غلبان جدا وما يستحقش كل اللي بيحصل فيه ده. خلينا بقى بنتكلم كلام واضح. لازم التوحيد ما بين مصر والسودان علشان خاطر حاجة واحدة بس، نرجع نفوقكم تاني، لان كنتوا انهارتوا للآخر من ساعة ما العقل المصري ساب الدولة السودانية. والسودان بصراحة كده في حالة انهيار اهو، والله العظيم 3 مهما حصل. لو السودان دي بقت باريس ومصر مش موجودة، هترجع تاني السودان، هترجع في نفس الحالة اللي هي فيها. السودان كانوا يا جماعة عايشين دولة جميلة لما كانت مع مصر، وربنا يعز مصر والسودان وترجع متوحدة تاني. ربنا يحفظ مصر. تحياتي.